العالم مليان بظواهر غريبة ومرعبة زي كسوف وخسوف الشمس والنيازك والبراكين والأعاصير وحتى الأمطار، ومنهم اللي الإنسان بيقدر يتعايش معاهم ومنهم اللي الإنسان بيعجز حتى عن تفسيرهم، وبيمثلوا خطر حقيقي على البشرية، ودايما تحسهم إشارة قوية من ربنا على إننا ولا حاجة، وإن المولى عز وجل قادر في لحظة يخسف بالبشرية الأرض. ولكن ربنا رحيم وبيبعت إشارات كتير عشان البشرية تتعظ، ومن أهم الإشارات دي هي الزلازل. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وزي الفل. اولا قبل ما نبدا عايزك تدعي معايا ربنا يرحم اخواتنا في سوريا وتركيا، ربنا يرحمهم برحمته ان شاء الله، ويا رب تكون اخر اخبار زي كده نسمعها، والفتره الجايه نسمع عنهم كل خير. طبعا يا صديقي الدنيا مقلوبة حرفيا، واخبار عن الاصابات والوفيات في كل حتة، وكأن ده اول زلزال يحصل للبشرية. انا عارف ان الناس اللي ماتت عددهم كبير، ولكن عايز اقول لك ان ده مش اقوى زلزال حصل في العالم. انت متخيل ان بعد كل اللي حصل ده والدنيا مقلوبة، ولكن كل ده ولا شيء بالنسبة لاقوى زلزال حصل في تاريخ البشرية. خلينا في الاول نفصل بين اقوى زلزال واقوى تأثير زلزال، عشان في فرق كبير جدا بين قوة الزلزال وتأثير الزلزال نفسه، وانا جاي اوضح لك دلوقتي كل ده. يوم الحد 22 مايو سنة 1960 في مدينة فالديفيا في تشيلي، الساعة 7 المغرب والناس قاعدة مبسوطة وزي الفل وبيشربوا الشاي بعد الغداء والشغل، إذ فجأة يحصل أقوى زلزال في تاريخ البشرية كلها، اللي كان بقوة 9.5 ريختر. أنت متخيل قوته عاملة إزاي؟ متخيل إن زلزال سوريا وتركيا 7 و8 ريختر بس، ويا ريته جه على الزلزال وبس، ده كمان بسبب الزلزال عمل تسونامي واتأثرت بيه تشيلي وهاواي واليابان والفلبين وشرق نيوزيلندا وجنوب شرق استراليا. المهم يا صديقي ان بعد كل القلبان ده الوفيات كانت 3000 بس، اما الخسائر الماديه كسرت $1,000,000. كده احنا شفنا اقوى زلزال حصل في تاريخ البشريه، بس الحقيقه مش ده اقوى تاثير حصل. تعال نروح مع بعض الرحله للزلزال العظيم. يوم الاربعاء 28 يوليو سنه 1976 في الصين، وبالتحديد في مدينه تانغشان، بينما الناس مشغوله في احداث الحزب الشيوعي الصيني والصبح بدري والناس في شغلها ولسه بيبداوا بيقولوا يا هادي، اذ فجاه يحصل زلزال لمده 23 ثانية بس وبقوة 7 ريختر، يعني تقريبا نفس الزلزال بتاع تركيا وسوريا، ولكن تأثيره على المدينة كان عظيم ومرعب، وعدد الوفيات وصل ل 250,000 شخص و165,000 شخص مصاب. الموضوع مش بسيط خالص وحقيقي مرعب جدا. انت متخيل ان بعد كل عدد الاصابات والوفيات دي الصين اصلا كانت عارفة ان هيحصل زلزال، دول كمان كانوا مرتبين له واخدين احتياطاتهم. خلينا دلوقتي نرجع لقبل الزلزال بيوم. السكان وقتها لاحظوا ان مستوى المية انخفض في القرية كلها، ومش بنسبة بسيطة، دي تقريبا 35%، والصيادين اللي في القرية لاحظوا ان السمك متوتر وقلقان وبينط في المية وكأنه خايف من حاجة وبيحاول يهرب منها. ده حتى الحيوانات كانت في حالة غريبة ومش مطمنة خالص. بس برضه مش كل الأحداث دي اللي كانت مخليهم عارفين إن في زلزال. قبل ظاهرة الزلزال ما تحصل تقريبا ب 13 يوم، العالم الصيني وانج تشينجمين كان متوقع حدوث الزلزال، وكان متوقع إن من 22 يوليو ل 5 أغسطس هيحصل زلزال عظيم. والحقيقة هو عمل اللي عليه وزيادة، لأنه ما اكتفاش بس إن هو بلغ وقال لهم، ده كمان عمل لقاءات في التلفزيون والجرايد بيحذر فيها من الزلزال ده، لحد ما فعلا الحكومة بتاعت المدينة بدأت تاخد كلامه بثقة، وبالفعل أخدوا حذرهم نوعا ما. ولكن للأسف بعض الأهالي ما كانوش مصدقين، زي أغلب الدول العربية ما بيحصل فيها دايما، إننا دايما بنرفض نصدق العلم والتوقعات اللي غالبا بتكون حقيقة بحجة إن مفيش حد يعرف الغيب. أيوة أكيد مفيش حد يعرف الغيب، ولو علمتم الغيب لاخترتم الواقع، ولكن ربنا زي ما خلى فيه غيب وحاجات كتير ما نقدرش نعرفها، بس برضه ادانا العقل العظيم اللي بيفضلنا عن باقي المخلوقات، عشان نقدر نفكر ونتأمل في الطبيعة وناخد حذرنا من كل أذى، مش نعيش زي إنسان الكهف رافضين العلم والإحصائيات. دلوقتي إحنا عرفنا أقوى زلزال حصل في تاريخ البشرية، وعرفنا كمان أقوى تأثير للزلزال مدمر وكام عدد الوفيات بتاعته، بس لحد دلوقتي معرفناش هو إيه الزلزال ده أصلا وليه بيحصل وسبب تكوينه. طيب خليني أقولك،
القشرة الأرضية هي عبارة عن قشرة رقيقة من الصخور بتكون مغلفة الكوكب كله من بره، وحجم القشرة دي بيكون أقل من 1% من حجم الكرة الأرضية كلها، يعني تقريبا زي قشرة التفاحة مقارنة بالتفاحة نفسها. وبتكون عبارة عن صفائح من الصخر اللي بتسمى في عالم الجيولوجيا الصفائح التكتونية، وبتكون تقريبا مغطية سطح الأرض كله. بيجي وقت بقى والصفائح دي بتتحرك وبتتنقل من مكانها وبتحتك مع صفائح تانية جنبها، وكل ده بيحصل بسبب الحرارة والطاقة المحبوسة في جوف الأرض اللي بتكون عايزة تتسرب وتخرج على سطح الأرض، وبسبب إنها عايزة تخرج بيحصل احتكاكات قوية بين الصخور، وكل ده بقى احنا بنشوفه في صورة موجات ارتجاجية وهزة أرضية، وده ما يسمى الزلزال. والحقيقة مش ده السبب الوحيد ولكن السبب الأضخم، ولكن الزلازل عموما ممكن تحصل بسبب البراكين كمان أو التفجيرات النووية أو حتى تصادم كوكب الأرض نفسه مع جسم خارجي من الفضاء. وللأسف يا صديقي لو قوتها زادت شوية كمان ممكن الأرض نفسها تتشق وتبلع قرى ومدن بالكامل جواها، وده على فكرة مش كلام وخلاص لأنه حصل فعلا في 2018 لما زلزال قوي ضرب إندونيسيا ونتج عنه إن قرية بالكامل اسمها بيتوبو تختفي تماما وتتبلع جوه الأرض. خليني اقول لك دلوقتي اننا للاسف في اسوأ العصور، وحقيقي ربنا رحيم جدا لاننا نستاهل تتدك بينا الارض، مش بس يحصل لنا زلزال بسيط، عشان اللي بيحصل على الارض من معاصي وكبائر كل لحظه عظيم جدا، واقسم بالله ربنا رحيم بينا لابعد الحدود. انت متخيل ان الدراسات بتقول ان كل يوم بيحصل 1,200,000 علاقه غير شرعيه؟ وانا مش بقول علاقه يعني ارتباط مراهقه وبحبك وانا كمان وخلاص. طب تعالى نتخيل ان 1,200,000 حاله دول حصل بسببهم حمل بنسبه 1% بس، هيكون ساعتها موجود 12,000 طفل غير شرعي. طب تعالى نتخيل ان الارقام دي فضلت زي ما هي وما زادتش، وده مستحيل. بعد 20 سنه من دلوقتي هيكون في 87 مليون طفل غير شرعي. كل القرف ده واحنا في العلاقات بس. تعال اقول لك ان في دراسه مصريه بتقول ان المصريين بيصرفوا اكتر من 140 مليار جنيه في السنه على تعاطي المخدرات. تخيل معايا لما احنا المفروض دولة عربية وإسلامية وبنعمل كده، امال البلاد الأجنبية المسيحية أو اليهودية أو حتى اللي بيعبدوا البقر يعملوا ايه؟ لما بلد اسلاميه يتباع فيها الخمور في كل مكان وعادي جدا تطلبها وانت في بيتك، وكمان باقل الاسعار عشان تشرب وتنبسط، ونفس البلد الاسلاميه دي مليانه حفلات ورقص وغنى ومعاصي مش يغضب ربنا بس، دي اقسم بالله تغضب ابليس نفسه. انا اقسم بالله مش متخيل المسيح الدجال هيطلع يعمل ايه فينا. العالم فعلا منتهي والناس مخلصه كل المعاصي والذنوب. في ايه تاني ممكن نعمله على الارض دي وما عملناهوش؟ قتل واغتصاب وشذوذ وزنا ومخدرات ورقص وفجور. حقيقي مش لاقي معصيه تانيه ممكن تتعمل اصلا. تعال نشوف ربنا قال لنا ايه عن الزلازل في القرآن الكريم، ونرجع لسورة الزلزلة اللي بتحكي عن اللحظات العظيمة وقيام الساعة. السورة الحقيقة اللي انا بشوفها لخصت الحياة كلها وكل الاحداث اللي بتحصل دلوقتي. الأرض أثقالها، يعني الأرض خرجت كنوزها وأمواتها اللي اتدفنوا من سنين، وقال الإنسان ما لها. وده اللي بيحصل دلوقتي، إن الإنسان مفزوع ومش عارف فيه إيه. يومئذ تحدث أخبارها، يعني الأرض هتيجي يوم القيامة وتقول لربنا إيه اللي حصل فوقها من خير وشر، بأن ربك أوحى لها، يعني ربنا سبحانه وتعالى أمرها بإن هي تقول إيه اللي حصل. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يعني هيرجع الناس يوم القيامة وهم قبائل متفرقين عشان ربنا يوريهم شريط حياتهم وايه اللي عملوه من سيئات وحسنات. والآية العظيمة اللي أنا فعلا بحبها جدا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعني اللي هيعمل خير وزنه ذرة هياخد ثوابه في الآخرة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يعني اللي هيعمل شر وزنه ذرة هياخد عقابه في الآخرة. والذرة اللي ما يعرفهاش هي أصغر عنصر كيميائي. ولو عاوز مثال عملي تقدر تشوفه في حياتك، عارف مثلا لما الشمس بتدخل أوضتك وبتشوف حاجات كده صغيرة وبتطير في الجو، ده مش بيكون تراب ولا الأوضة محتاجة تنظيف، بس اللي أنت بتشوفه وقتها ده هي الذرة. الخلاصة يا صديقي
صديقي، عايز اقول لك ان النهايه قريبه جدا جدا واقرب مما نتخيل بكتير، وخليك دايما بتشوف الكوارث والاحداث العظيمه اللي زي دي بعين الموعظه، مش بس انك تزعل وتقول يا على عظمه وقوه ربنا سبحانه وتعالى، بس كمان خليك عملي، وزي ما بتاخد احتياطاتك وبتشوف الارصاد خليك كمان واخد احتياطاتك الدينيه، لانك لا قدر الله ممكن في اي لحظه تكون مكانهم. وشوف الناس اللي في عز شدتهم وابتلائهم برضه مع ربنا وما فقدوش ايمانهم بالله ولو حتى لحظه، لدرجه ان راجل كان عايز ميه يتوضى وهو تحت الانقاض. الله هسه ينطوك عمي، صلي بمكانك. وين مكاني هين؟ اي خلاص مثل ما انت بس تجيب لك البطانيه هسه نعد بطانيه بس انا اتوضى يا تحط لك على القليله هاي لو تحطها وساده تتلف بيها شوي. اتوضى واصلي. وبنت رفضت تماما انها تخرج وهي من غير حجاب. تمام يا الله انا زي يا الله يا الله ساكن بسم الله اكبر الله يا الله يا الله يا بزنس يعني يا اولادنا يا الله يا الله. الناس دي فهمت الدنيا وعرفت ان زي ما حطهم في المحنه دي وعداهم منها بخير ولسه عايشين الحمد لله، قادر يعديهم من اي حاجه تانيه بس هم يفضلوا معاه. وانت كمان دايما خليك معاه، خليك مع الحي القيوم المعز المذل، خليك مع الله. ولو انت كملت الفيديو لحد دلوقتي فانا والله بحبك في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.